اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هتكلم معاكم عن او هجاوب على اسئلتكم بخصوص ليه اخترت ثانوي مش بكالوريا وجبت كام في ثالثه اعدادي. السؤال الاكثر شيوعا على الاطلاق يا جماعه، دي لو نتيجتكم مش هتتسالوا بالشكل ده. اول سؤال واللي هو ليه اخترت ثانوي، خليني اكون واضحه معاكم من البدايه واقول لكم ان انا بصراحه كمرام مش ناويه على كليه طبيه، يعني صيدله، طب، اسنان. انا مش حابه كده، فالله اعلم بعدين بقى. بس انا حاليا مش حابه ان انا ادخل حاجه طبيه لان انا ميولي اصلا مش الطب، وان انا بخاف اصلا من المناظر قدامي يعني، فما توقعش. بالنسبه لي ان انا سواء جبت مجموع او ما جبتش مجموع فمش اللي هو حلمي الاكيد. انا من الناس اللي بتحب اللغات جدا، ان انا اتعلم لغات، فعشان كده انا نفسي ان شاء الله لو ليا نصيب، يعني مش قوي، مش نفسي قوي، بس ميولي ان انا ادخل كليه ألسن اللغات. وانا متفقه تماما مع ان ثانويه عامه ظلم، بس الحته اللي مش متفقه معاكم فيها وهي ان يا جماعه ما تعرفوش ان في كل مكان الظلم سواء في ثانوي سواء في بكالوريا سواء في تمريض، في كل حته الظلم. ما اعرفش بصراحه بالنسبه للتمريض، بس انا شايفه ان الظلم في كل مكان. بالنسبه لي ده وجهه نظري، انا بقول وجهه نظري ليه اخترتها، مش بقنع حد ان هو يختارها، انا بقول بس وجهه نظري. تمام؟ فانا مش شايفه بصراحه ان ثانويه عامه بس الظلم في كل مكان، زائد ان لسه بكالوريا اول سنه، ف يعني اول دفعه يتطبق علينا، فانا مش قادره ان انا اكون تحت التجارب. انا خليني في المضمون اللي احنا عارفين نظامه وعارفين ان هو فاشل وكل حاجه، فمش قادره ادخل في التاني بصراحه، يعني خلينا في واحد بس. زائد كمان سبب من الاسباب المقنعه جدا بالنسبه لي، وهو ان انا مش قادره اقعد تحت ضغط سنتين. انا بالعافيه هتحمل اصلا ضغط سنه ثالثه ثانوي. نيجي للسؤال الاكثر شيوعا، جبت كام في ثالثه اعدادي؟ النتيجه هي يا جماعه 270 من 280. الترم الثاني غلطت 7 درجات، الترم الاول غلطت 3 درجات. ايه السبب؟ انا عارفه المشكله، عارفين ايه؟ ان انا عارفه ان انا نتيجتي هتطلع كده. ان انا رحت الامتحان بتاع الترم الثاني العربي، ويا جماعه ركزوا قوي في الحته دي لو انتوا داخلين ثالثه اعدادي. رحت امتحان العربي الترم الثاني وانا مش حافظه ولا نص من الثلاثه مش حافظاهم. يعني عارفين كلمه مش حافظاهم؟ انا كنت رايحه مش حافظاهم. ليه؟ ما اعرفش، تخلف بقى. انا كنت معتمده على ان هو زي الترم الاول مش هيجيب لنا نص واكمل والكلام ده. للاسف كان اكمل النص في النصين موجود، وانا للاسف مش حافظه ولا واحد فيهم، وده كان سبب ان انا اغلط كتير. يعني غلطت. تمام؟ ده بالنسبه للسؤال ده. متاكده ما غلطتش في حاجه تاني غير النحو. ثواني، النحو غلطت في واحد، اعرب ما تحته خط، وكمان اخدت عليها نص الدرجه، بس اتوقع حسبوها لي كلها غلط. فده بالنسبه للعربي. الترم الاول الحمد لله قفلته، الترم الثاني غلطت مش فاكره كام درجه بقى. فانا حرفيا ما شفتش نتيجه غير النتيجه النهائيه. ما كنتش شاغله بالي قوي باللي هو المواد جدا، يعني انا كنت عارفه هغلط في المواد ايه. الانجليش الحمد لله قفلته. العلوم نقصت في نص درجه، مش فاكره عن ايه كانت. اتوقع غلطت في مركب كيميائي، احفظوها كويس جدا يا جماعه. كمان الدراسات غلطت فيها كتير قوي الترم الثاني قوي، يعني انا نقصت فيها كلها الترمين على بعض 4 درجات، مش فاكره 3 ولا 4 بصراحه، بس ثواني. نقصت فيها 3 درجات ونص، والمجموع كله 270. العلوم زي ما قلت لكم نص درجه، 3 درجات ونص. الترم الاول كانت درجه ونص، الترم الثاني كانت درجتين بس. الترم الاول بصراحه ماشي، عندي حق ان انا اغلط، انما الترم الثاني ما كانش عندي حق ان انا اغلط. ليه؟ لان انا مش عارفه كنت بفكر من فين. رحت الامتحان في زي السؤال، بصوا هو الترم الثاني، انا مش فاكره الترم الاول بصراحه، فاكره كل حاجه عن الترم الثاني. الترم الاول لا، انا كمان شهر وهنسى كل حاجه عن ثالثه اعدادي، فعشان كده بلحق من دلوقتي ان انا اقول لكم نصايح. فالترم الثاني كان في قارات في الجغرافيا، فكل قاره كان ليها العاصمه السياسيه، العاصمه الاقتصاديه، العاصمه مش عارف ايه. فانا زي العسوله قراتهم بس ما حفظتهمش. بيجي الامتحان وانا فاكره ان هو دلوقتي مش مهم، يعني ممكن يسالني اختار كده، انما ان هو يقول لي ده قاره ايه مش عارف ايه، حسيت ان انا من كتر ما هم كتار قدامي انا اتلخبطت. فمعظمهم كان غلط اصلا، انا حليتهم كلهم غلط. غير كده ما غلطتش تاني، كان فقره كامله، فقره اسئله عن الحاجات دي. والله مستعندني اللي حفظ الامتحان، مش عارفه. فده بالنسبه للدراسات. انا فعلا ما زعلتش لان انا عارفه ان انا عملت كده بقصد، فاهمين؟ انما لو كنت جبت درجه انا مش عارفه غلطت فين ومش عارف ايه كنت هزعل. انما انا دلوقتي الحمد لله راضيه جدا جدا
بصراحه سنه وخلصت، يعني مش من النوع اللي هو هيزعل قوي عن موضوع ان جبت 270. عادي. انا بصراحه شايفه ان هي بجد تحفه، بالنسبه لان انا بصراحه في الابتدائي ما كنتش من النوع الدحيح او بذاكر. يا جماعه في معلومه عايزه اقولها لكم، ان انا مش بقدم نصايح لان انا كنت دحيحه في ثالثه اعدادي، بس بحكي تجربتي وحتى الاخطاء. انا دلوقتي بقول لكم جبت كام في الدراسات والاخطاء اللي عملتها، فانا الاخطاء اللي عملتها بقولها لكم عشان انتوا ما تعملوهاش. غير كده فانا مش اللي هو دحيحه ودحيحه الدفعه والكلام ده، كنت عاديه جدا، كنت عاديه بجد. بس انا في نظري ان انا ممتازه بصراحه يعني. فانا فخوره بنفسي ان انا في الابتدائي برضه زي ما بقول لكم ما كنتش اللي هو مهتمه بان انا اذاكر والكلام ده، وان انا كنت زي الزفت في النحو، بس قدرت ان انا اتخطاه في ثالثه اعدادي. كنت خايفه خوف السنين منه، فحاسه ان انا بجد وشي اتفحم من الشمس. ميه. فاشوفكم الفيديو الجاي، اكتبوا لي عايزين فيديوز الجايه عن ايه. اشوفكم الفيديو الجاي، باي.